تجهيزات رمضان هلأ بلشت عندي. تعالوا شوفوا كيف حضرت رقاقات الجبنة، سمبوسك اللحمة والسبرينج رول. أول شي بطنجرة على النار حطيت بصلتين كبار مقطعين كتير ناعم مع زيت نباتي، ولما دبلت البصلة ضفت فوقها لحمة مفرومة ناعمة وقلبتها لحتى تغير لونها. ضفت فوقها قرفة ناعمة وبهار حلو أو 7 بهارات وملح، وفيكن انتو تضيفوا البهار يلي بتحبوه. لحشوة السبرينج رول ضفت أول شي زيت زيتون، قلبت فوقن جزر مقطع بالطول، حبة فليفلة خضرا، فيكن تستعملوا فليفلة ألوان، قلبتن شوي وضفت فوقن ملفوف مقطع وخلطتن كتير منيح لحتى بلش يدبل الملفوف. ضفت فوقن صويا صوص. بهيدي الوصفة ما في داعي تضيفوا ملح لأنه الصويا مالحة، إذا حسيتوا بدها شوية ملح رجعوا رشوا، بس هي كافية الصويا لأنه فيها ملح كتير. قلبتن وبعدين ضفت فوقن بصل أخضر مقطع كمان مثل ما مقطع الملفوف والجزر بالطول لحتى نشفت ميتهم، تركتن على جنب ليبردوا. لحشوة الجبنة حطيت أول شي جبنة الشلل محلاية، نقعتها بالمي ساعتين وكل شوي غير للمي لحتى حليت، ونتفتها بهيدا الشكل لأنه جبنة الشلل بتكون معلقة ببعضها لحتى تفكفك عن بعضها. بعدين ضفت فوقها كمان جبنة عكاوي محلاية كمان منقوعة ساعتين، وكل نص ساعة غير لها المي لحتى تحلى تماما. وآخر شي ضفت لها جبنة الموتزاريلا وحبة البركة وخلطتها كتير منيح مع بعضها لحتى تختلط كل أنواع الجبنة مع بعض. لحشوة الجبنة استعملت الرقاقات المثلثة، ولحشوة السبرينج رول الرقاقات المربعة، ولحشوة السمبوسك اللحمة الرقاقات الطويلة المستطيلة بهذا الشكل. بلشت أعمل مثلث مثل ما شايفين قدامكم، صار مثل عندي مثل جيبة حطيت فيها اللحمة. حطوا حشوة كمية مقبولة يعني لتوصلوا تقريبا لطرف المثلث من فوق. بعدين بلشت سكرها بهيدي الطريقة، ميلة على اليمين ميلة على الشمال لحتى يطلع عندكم مثلث مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو. واخر شي الطرف بحط خليط من الطحين والمي وبسكر فيه بهيدي الطريقة لحتى تلزق العجينة وما تفتح معي بالقلي. وهيك بتكون جاهزة سمبوسك اللحمة. هلأ رح بلش برقاقات الخضرة سبرينج رول. العجينة الطويلة المربعة بحطها على الزاوية تاعيتها مثل ما عم بتشوفوا، وببلش سكر مثل كأنه عم نلف ورق عنب، بسكرها وكمان بالطرف تبعها بحط طحين ومي لحتى تلزق منيح العجينة وما تفتح بالقلي. بهذا الشكل هيك بتصير عندي ومعباية لأنه أصلا الخضرة بتكون كتير فيها وإلها حجم. أما بالنسبة لرقات الجبنة فأنا بلفهم بهيدي الطريقة أسرع بكتير صراحة. بحط الزاوية على الزاوية تاعت المثلث وبدهنن كلياتن بخليط الطحين والمي، هيك ما بضطر كل وحدة بوحدتها إنه حط عليها خليط الطحين والمي بهيدي الطريقة. بعدين ببلش لفهم، بحط كمية الجبنة وبسكرها كمان مثل ما بلف الورق عنب، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. بهيدي المرحلة فيكن تحطوهم بالفريزر. أنا بس حبيت أقلي كم حبة منهم لأرجيكم كيف قوامهم من جوا وكيف طلعوا من بعد ما انقلوا. شوفوا الجبنة من جوا كيف جبنة الشلل مع العكاوي والموتزاريلا كتير بتعطيها مطة حلوة للجبنة، انتو كتير بتحبوها. وهيدا السبرينج رول شوفوا القرشة شو طيبة، طعمة الحشوة كتير طيبة، وهي حشوة اللحمة. جربون وخبروني شو بتحبوا تعملوا وصفات وشو بتحبوا تعملوا حشوات لرقاقات، ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم.